السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو ديالي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه شيوات نعيمه بكروم. اليوم البنات بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنوجد القريشلات مسوسين يعني بلا السكر. كيجيو ما شاء الله البنات، تيجيو لذاذ بزاف وتيجيو مقرمشين، وفي نفس الوقت تيجيو ما شاء الله يعني هشاش بزاف، بواحد الطريقه اللي هي بسيطه البنات وبالمقادير اللي هما بساطين. نتمنى ان شاء الله البنات تجربوهم. بسم الله البنات على بركه الله. غادي ندوزو المقادير والطريقه. بسم الله البنات على بركه الله. غادي نبداو المقادير والطريقه في نفس الوقت. بالنسبه للمقادير البنات عندي هنايا الربعه ديال الزبده. بالنسبه للزبده ديال الحلوه يعني مارغرين خاصه بالدوره. عندي هنا جوج ساشيات ديال الفاني، وعندي هنا واحد القبيصه ديال الملحه. من بعد ما زدت الفاني على الزبده غادي نزيد نص كاس ديال الزيت المائده. عندي هنا الكاس ديال العنبه، حيت انا ما عنديش السكر هنا اللي غادي نخدمو مع الزبده، غادي ندير الزيت. من بعد ما خدمت الزيت مع الزبده بحال هكا كما كتشوفوا طولع بحال هذا الشكل هكا. دابا غادي نزيد 3 البيضات. هنا عندي 3 بيض، البيض يكون كبير. بسم الله. دابا غادي نخدم البيض غنخلطو مع الزبده بحال هكذا. دابا البنات غادي نزيد نص كاس ديال المزهر. ها هو. بالنسبه للمزهر كما تنقول لكم دائما البنات خذوا النوعيه الجيده، زيدوا شويه في الفلوس وخذوا شي حاجه مزيانه وكيعطي الريحه مزيانه، في الريحه زوينه في الحلويات ديالكم. عندي هنا نص كاس ديال العنبه. عندي البنات هنايا واحد جهد 50 غرام ديال الزنجلان لقيتو حمرته، وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال النافع مطحون حتى هما غادي نزيدهم. غادي نخلط مزيان بحال هكا. غادي نزيد هنا واحد الخماره حمراء. بالنسبه للوزن ديال هذه الخماره 8 غرام. نخلط مزيان بحال هكا. دابا غادي نزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات عندي الدقيق هنا خاص بالحلويات مغربل. نزيدو شويه بشويه حتى نشوفوا القياس اللي غادي يكفينا باش نجمعوا العجينه ديالنا. هيا البنات العجينه من بعد ما جمعتها يعني درت لها القياس ديالها ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات بقاو تدخلوا شويه بشويه حتى تشوفوا القياس ديالكم. العجينه تكون شويه قاصحه شويه، ما تكونش رطبه بزاف هكا كما كتشوفوا. دابا غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي ندوز باش ندهن الطاوات ديالي فاش غادي نقطع القريشلات. دابا البنات غادي نبدا نحرب العجينه ديالي كما هكا. بالنسبه للطريقه باش كنحرب لها البنات العجينه بحال هكا، ندير فيها الحرابيل يكونوا رقاق شويه يعني دغيا تبارك الله، كيحتاجوش الوقت بزاف، غير بحال هكا. غادي نحطو على الجنب بحال هكا وغادي ندير الاخر. غادي نستمر البنات بحال هكا تنحرب لواحد القياس اللي غادي نقطع وغادي نرجع معكم. من بعد ما حربت البنات العجينه ديالي عندي هنا اللاطه اللي هي مدهونه بالزيت. الطريقه باش كنقطع البنات بحال هكا، عندي المقاس ديال المطبخ بحال هكا وكنت ندور في يديا، يعني الطريقه اللي هي ساهله. كدوروا العجينه بين يدكم بحال هكا. هاد الطريقه البنات راه سهله جدا يعني ما تكلفكمش الوقت. الطريقه اللي هي سهله، الطريقه القديمه اللي مولفين ديجا كنديروها بحال هكذا. غادي نستمر البنات انا تنكمل هاد العجينه اللي عندي وغادي نرجع معكم. من بعد ما قطعت البنات العجينه ديالي بحال هكا غادي نخلطها الفران اللي شعلته من قبل. غادي نشعل عليهم من الفوق ومن تحت وغنقص عليهم حتى يتحمروا على خاطرهم. القريشلات ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران يعني تحمروا ما شاء الله، واخا ما درتش فيهم السكر البنات راه ما شاء الله خداو اللون ديالهم. دابا غادي نخليهم حتى يبردوا. ها هما البنات القريشلات ديالي من بعد ما طابوا ما شاء الله البنات جاو رائعين البنات،
وجاو زوينين بزاف. شوفوا ما شاء الله جاو هشاش كما كتشوفوا، يعني ما شاء الله البنات واخا زعما ما درتش فيهم السكر جاو محمرين وجاو كيذوبوا في الفم البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوهم بهذه الطريقه. الناس اللي يعني اللي فيهم مرض السكر الله يشافي الجميع هذه يليقوا ليهم، وحتى حنايا الناس اللي ما فيهمش السكر راه يقدروا ياكلوهم، لان فيهم دوك القوام ما شاء الله، فيهم الزهر وفيهم الزنجلان النافع، كيعطيهم واحد المذاق اللي هو رائع البنات وزوين بزاف. الى عجبكم البنات المحتوى ديال القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتبارطاجيو وديروا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.